زين، شنو يومية العامل او شنو يومية الخباز العراقي بالمخبز؟ حبيبي علوش، والله حسب القسطة. يعني إذا كان قسطة مثل ما تقول يحصل 100 150 يوصل إلى 200 يورو، وإذا كان مبتدئ يعني بال 50 يورو 70 يورو 80 يورو، وكل واحد إنسان وشطارته يعني طبعا بالعمل. أكيد إذا واحد شاطر بالعمل أكيد ياخذ اللي يستحقه أكيد طبعا. فهي هاي الخبز يعني ومصلحتها. زين حبيب، انت من ورثت هاي المهنة؟ والله ورثتها أنا صراحة مهنة الخبز من والدي ومن جدي طبعا. هاي خبرة مثل ما تقول صار لنا سنين بيها، هاي مصلحتنا يعني عن أب وجد. فالحمد لله هنا وصلنا لألمانيا تطورنا، يعني مثل ما تقول مو بس خبز تنور، هم طورنا نفسنا أكثر يعني من ناحية المناقيش، من ناحية إنه خبز تنور وضفنا عليه المناقيش السورية والمناقيش اللبنانية يعني. مثل ما تقول واحد بشغله لازم يطور نفسه، ما يظل مثل ما تقول دائما نفس الشيء. حبيبي علوش، راح أسوي لك وحدة وأريدك أنت تدقها بالتنور. انا جاهز. يلا. هاي لعبتي، اني ابا عن جد وارث هاي المهنة. يلا بسم الله. حلو 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 حلو، روح. هاي شنو انت ايدك شاويات خالو؟ يلا روح. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي طبعا لعبتي من اني عمري 5 سنين. حارة. بالوجه روح على بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله. عافية. اضرب. هاي شنو هاي؟ مو قلت لك من انا عمري 5 سنين؟ عاشتيني. بالله عليك شلوني؟ والله مرتب، تستحق المعلمية هنا. لا اريد يوميتي. دلل ماشي. يلا علوش، هسه اريدك تطلعها. هاك هاي الماشة. هاي تسموها ماشة لو ملقط؟ ماشة ملقط، بس هي الماشية احنا العراقيين ماشة. عندنا ماشة نسميها. ماشة. إي زين، بالضبط. كانها ما انا راقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال تعال صوري منا، تعال. الزمها. صدتها. نزلها لي جوا. بسم الله. حارة. اوه. عاشت إيدك. وانا اخليها. حطها تعال هنا. شوف هاي الشمرة مال معلمية. عافية. شلوني؟ تمام. هاك حبيبي. عاشت إيدك. عاش ايديكم. وطبعا لازم نذوق الخبز العراقي هو حار ومقسم. بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان على الشاشة، تعالوا وزوروا المكان وقولوا له احنا جيناك من طرف علوش.